سلامي للجميع، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هتكلم في مشكلة. في كلاين عندي طلبت مساعدة فيها، وعايزة أقول الأول قبل المشكلة إن المشكلة دي موجودة للأسف في المجتمع بتاعنا بطريقة أوفر، وكمان الناس متعايشة معاها. اللي هي إيه؟ هي قالت إن هي مطلقة وعندها ولدين، متقدم لها عريس مناسب جدا، بس وعنده ولد وبنت، بس شرطه الوحيد إن هي تيجي بطولها، واولادها هو ملوش دعوه، يعني تسيبهم في المكان اللي يعجبها، توديهم لباباهم، تسيبهم عند مامتها، ايا كان الوضع ايه. هي ده شرطه في الجوازه. خليني الاول بس اتكلم في فكره ان حد يجي يتقدم لي ويشرط. يعني ده اصلا المفروض كشخص مستقل بذاته، شخص ثقته بنفسه عاليه، شخص بيحب نفسه، ما يسمحش ان حد يجي يتشرط عليه ويحط شرط. والافظع من كده الشرط، نوع الشرط ايه؟ يعني عارفين لو هو راجل ما اتزوجش ولا طلب له الزواج قبل كده واول مره دي زواجه ليه، هقول من حقه انه يطلب، لكن مش من حقك كمان انت توافقي. بس خليني اقول ان هو من حقه يطلب، وانت ساعتها بقى مش معنى كلامي ان انت توافقي. تمام. خليني اقول اول ما شخص يجي يتقدم ليكي، انا مش ضد الجواز او انت تتجوزي تاني، ابدا ابدا. انت حره، احتياجك للجواز، عايزه تتجوزي اتجوزي. بس هي الفكره ان انا لما اجي اتجوز الشخص المناسب، الشخص اللي امنه على حياتي انا واولادي. ما ينفعش شخص يجي يطلب مني ان انا اسيب اولادي عند اهلي او ارجعهم لطريق اللي هو اصلا سابهم مثلا علشان خاطر يتجوزني. اربي اولاد مش اولادي. انا مش مع رافضه ان هي تربي اولاده، بل بالعكس هي هتاخد طبعا، هيجازيها خير وهتاخد ثواب عظيم من عند ربنا. بس مش معنى كده ان انا ارمي اولادي، ارمي ضميري. لما شخص يجي يتقدم لك ويبقى ده طلبه، الشخص ده مرفوض، مرفوض. مفيش حتى تفكير ان انت تفكري. ليه؟ عارفه يعني ايه يجي يطلب منك انك تبعدي عن حته منك؟ ما هو المفروض اولادنا دول انا بالنسبه لي عضو من اعضاء جسمي. ينفع تعيشي بدون عضو؟ ينفع؟ النهارده انا بتكلم عن المشكله دي، مش بتكلم على مشكله ان انت تبقي مطلقه وترميهم لجوزك، لطريقك ترميهم. هي بتتقال كده، انا اربيهم ليه وتعبانه وهو يشوف نفسه. انت مسؤوله وهو مسؤول، هو مسؤول انه يعولهم ومسؤول ان هو يصرف عليهم، وما عرفتيش تجيبي كده بالحسنى، جيبيها بالقانون، ده حقه عليهم. انما ان انت تسيبي اولادك، هم مش ذنبهم، هم مش ذنبهم للاسف ان انت طلقتي، او مش ذنبهم ان انت ارمله حتى، هم مش ذنبهم. هم محتاجين حنانك، محتاجين انك تكوني قاعده معاهم. اتجوزي، ما قلتش لا، بس تشوفي شخص مناسب، شخص يحطك انت وولادك فوق دماغه زي ما انت كمان هتحطي هو وولاده فوق. فهو الموضوع ما فيهوش حيره بين ولا. الموضوع لا، معاكم ان في اهل بيضغطوا عليكم. عشان كده بقول لازم تكوني مستقله بذاتك، لازم تتعلمي تحبي نفسك، عشان لما تحبي نفسك مش هترضي باوضاع غلط ليكي، وبل بالعكس هي مش هتاثر عليكي انت لوحدك، هتاثر على اولادك. اوعي تفتكري ان انت هتروحي تعيشي مع انسان هيحافظ عليكي، ده حرمك من حته منك. فارجوكي ما تعمليش في اولادك كده، هم مش ذنبهم. هرجع اقول يا جماعه، الاطفال دول مش ذنبهم ان انت اتطلقتي، ومش ذنبهم ان انت ارمله. في الحالتين هم مش ذنبهم، من حقهم ان هم يعيشوا حياه سويه. حتى لو انت كان اختيارك في الشريك الاولاني غلط، فما ينفعش خالص تكرري نفس الغلطه مع شريك تاني وتسيبي اطفالك يدفعوا الثمن. ايا كان هم هيبقوا عايشين مع مين او قاعدين مع مين. وعارفه ان في اهل بيضغطوا عليكم، انا فاهمه ان في اهل بيضغطوا، بس عشان كده بقول لك لازم تقوي ثقتك بحالك، لازم تحبي نفسك، عشان لما تحبي نفسك مش هتسمحي للاخر انه يأذيها ايا كان هو وضعه ايه في حياتك. فالرجاء ما تعمليش كده، وما تأمنيش لشخص طلب منك انك تبعدي عن حته منك. على فكره هو كمان مش هيأمن لك، لانك انت رميتي ضناكي.
فارجوكم ما تعملوش كده في اطفالكم، لان هم مش ذنبهم. واتمنى تستني لغايه ما تيجي الفرصه اللي تناسبك وتناسب ظروفك. لو انت حابه تتجوزي مفيش مانع في الجواز ابدا، ده شرع الله، بس لما تتجوزي اتجوزي المناسب ليكي. لو ما لقيتيش اللي مناسب ليكي بلاها، مش جوازه وخلاص، مش هتعدي جوازات وخلاص. انما الشخص اللي يطلب منك طلب زي ده صدقيني مش هيحافظ عليكي ولا هيامن ليكي ولا هيامن عليكي. فخليكي عارفه ان لما يحصل موقف زي ده ويبقى فيه خيار قدامك بين اولادك او بين ان انت تتجوزي، لا اكيد الاولاد. وبرده خليني بس ما ادخلش في مواضيع تانية، لان اصلا الموضوع دوت بيخش في كذا تفاصيل، زي منها ان انا اعيش لولادي وهحرم نفسي من الجواز وانا مثلا عايزه اتجوز واضغط عليهم ان انا عايشاكم، هيبقى تاثير سلبي برضه. بس عشان ما اخرجش بس من الموضوع ده في موضوع تاني نتكلم فيه ان شاء الله في حلقات تانية، بتمنى ما تعمليش كده في اولادك. بتمنى انك تحبي نفسك وتقوي ثقتك بحالك وتشوفي اي مشروع، اي حاجه، لو في البيت، لو حتى ممنوع ان انت تخرجي، لو حتى في البيت تعمليه تعرفي تصرفي على نفسك، عشان ما تقبليش جوازه وخلاص ما تقبليش عيشه وخلاص، وفي الاخر اللي هيدفعوا الثمن الاطفال اللي ما لهمش ذنب، اللي في الاخر هيبقوا محتاجين هم يتعالجوا. نفس المشكله كانت مع شخص تانية، وخدت ولادها وسابت بنتها عشان كبيره مع مامتها. طبعا هو فعلا الوضع ما ينفعش تاخدي عروسه مع شخص انت هتتجوزيه، بس صدقوني هي البنت نفسها بتتعالج نفسيا بسبب ان مامتها سابتها، خدت اخواتها الصبيان مع انها كبيره وواعيه مثلا، لكن هي بتتعالج نفسيا من حاجه زي كده. فارجوكم ما تعملوش كده في اولادكم، وارجوكم حكموا عقلكم. والله لو استنيتوا ورميتوها على الله هيجيلكوا الشخص المناسب، الشخص اللي يعوضك انت واولادك خير. اتمنى لكم سلام نفسي للجميع، واتمنى تكون فكرتي وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.